who might be harmed. من قد يتضرر. who might they be harmed. كيف يمكن أن يتأذوا. هنا بيقول لي what are the hazards. what are the hazards ما هي المخاطر. مين اللي هيتضرر وازاي هيتضرر. احنا قلنا اولا الخطر هو ايه؟ سقوط العامل من الاعلى. مين اللي هيتضرر؟ العامل ولا السواق؟ يبقى مين دلوقتي اللي هيتضرر؟ العامل ولا السواق؟ السواق اللي سايق العربية ديت طبعا العامل نفسه. وازاي هيتضرر؟ ممكن يموت او رجليه تتكسر، يبقى على حسب الارتفاع. تقدير المخاطر estimate معناها تقدير. you need to consider two things. تحتاج إلى النظر في شيئين. معناها كمان يعتبر. how likely is it that something could go wrong. ما مدى احتمالية حدوث خطأ ما. who thermos would the outcome be. ما مدى خطورة النتيجة. outcome be تكون النتيجة. قالك دلوقتي انت حددت الخطر صح، حددت مين اللي هيتضر صح. انت حددت مين اللي هيتضر وازاي هيتضر، حددت رقم واحد الخطر. الخطوة اللي بعد كده كلمة estimate معناها حدد. معناه كده حدد الريسك، تقييم الريسك. احنا قلنا الريسك عبارة عن ايه؟ الريسك عموما عبارة عن حاجتين، الشدة والاحتمالية. الريسك عبارة عن حاجتين، الشدة والاحتمالية. طبعا عشان تحدد الريسك تحدد how likely، لازم تحدد الاحتمالية. is it that something could go wrong. كلمة how likely يعني probability احتمالية. والخطوة اللي بعد كده how serious would the outcome be. serious يعني شدة. معناه ايه شدة؟ يبقى حضرتك لازم تحدد الاحتمالية ولازم تحدد الشدة. تعال نشوف هنحددهم بناء عن ايه. موجود عندي هو الاحتمالية والشدة. اولا تعال نتكلم عن احتمالية سقوط الافراد. عندي في سلم رقم واحد عندي السلم رقم اتنين عندي السلم رقم تلاتة. هل انتوا شايفين احتمالية السقوط واحدة؟ اكيد لا. عندي اول سلم الاخضر دوت مثبت من فوق تمام ومثبت من تحت وسليم مفيهوش اي مشكلة، مفيهوش اي مشكلة. التاني مش مثبت من فوق تمام ومش مثبت من تحت، وفي درجة او اتنين بايظين في معوق. التالت قال لي ده متدمر جدا. يبقى احتمالية سقوط العامل من السلم الأحمر هو التالت أكبر من الأصفر أكبر من الأخضر. انت ممكن تعطيها عالية تمام متوسطة قليلة الاحتمالية. يعني ممكن تقول احتمالية واحد أعلى القليلة واتنين على المتوسطة وتلاتة على العالية.
تفرق بقى إذا كنت عاوز تعمل تقييم المخاطر ده فني ولا وصفي. كواليتيتيف كواليتيتيف يعني عاوز تعبر عن الخطورة الاحتمالية وشدة، رقم ولا عالي، ولا رقم يعني، ولا عالي ووسط وقليل. وهنعرف كل حاجة دلوقتي. هنعرف ازاي نحدد الاحتمالية. تعالوا نشوف الشدة زي ما انتوا شايفين برضه. بص هنعرف كل حاجة دلوقتي، هنعرف ازاي نحدد الاحتمالية. تعالوا نشوف الشدة. تعالوا نشوف الشدة لما يقع من الدور الأول لما يقع من الدور التاني. تمام. لما يقع من الدور التالت. consequence الشدة يعني لو وقعت من الدور الأول تبقى حاجة كده إسعافات أولية أو medical treatment، علاج طبي. ولو الدور التاني ممكن الموضوع يوصل لكسر. الكسر ده معناها ايه؟ LTI، لأن الراجل ده ممكن رجليه تتكسر ويقعد في البيت. لو إصابة بوقت ضايع أو بالكتاب ضائع، إن الراجل ده ممكن رجليه تتكسر ويقعد في البيت أكتر من 3 أيام، وممكن أسبوعين 3. طب لو وقع من الدور التالت ممكن توصل لوفاة. شدة الإصابة بتختلف، إن هو هيقع من أنه دور فيهم بالظبط. تمام كده، أظن الدنيا تمام. هو برضه الدنيا زي الفل. طيب كويس أوي. طب قال لي ينفع 1 و2 و3؟ اه طبعا ينفع 1 2 3 4. 1 2 3 ينفع، أو هاي ميديم لو، عالية وسط قليل. قيمة الريسك بقى، فاكرين كنا بنقول الريسك عبارة عن ايه؟ الاحتمالية في الشدة. قيمة الريسك likelihood